قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اتفضل الجاكيت بتاعك. انتي كويسة؟ ليه بتسألني السؤال ده؟ انا اللي المفروض اسأل. انا كويس. ورد بصوت واطي: لا انت مش كويس ومش قادر تاخد نفسك حتى. تقريبا انتي افتكرتي كل حاجة. انت ازاي ما تقوليش؟ كان المفروض تقولي من بدري. عندك حق، انا ما قلتلكيش ليه. اليوم ده لما كنت هنا انا حاولت بس ما قدرتش انتحر، علشان كده ما ينفعش تزعل عليا. ورد الموضوع مش كده. وفجأة سمعوا صوت سرير وانذار حريق والسكان كلها بتجري. ورد وعمر طلعوا يجري. ورد سألت واحد وقالت: هو في حريق؟ حريق كبير قوي. يا لهوي، هنعمل ايه؟ لا لا، انا مش عايزة اموت. والكل بدأ ينزل على السلم بالراحة بعد ما اتأكدوا ان مفيش حريق. في الوقت ده ورد افتكرت كلام عمر. ورد بطلت تتخيل: انا كنت بعاملك حلو علشان كنتي صعبانة علي. ورد لنفسها: جيتي هنا ليه يا ورد وعشان ايه؟ وبعد ما نزلوا راحوا عند الاستراحة علشان يستنوا الاتوبيس ويروحوا. وفي الوقت ده عمر افتكر يوسف وهو بيقول له: انت متخيل لو ورد عرفت انك قتلت فريد هتعمل ايه؟ ما تنساش نفسك، انت قاتل. حد قال لي قبل كده ان الدموع بتطهر القلب. قصدي يعني ان عادي تعيط، مش لازم طول الوقت تبين ان كل حاجة كويسة. يلا سلام. الاتوبيس جه وثبته ومشي. يوسف وهو ماشي مروح البيت افتكر كلام عمر اللي قاله الورد لما كان واقف قدام الباب، وافتكر ورد لما كانت خارجة وهي منهارة من العياط. بعد ما عمر وصل عند البيت لقى نجيب نزل من العربية. انت راجع البيت في الوقت ده؟ هو ازاي تيجي هنا من غير ما تتصل بيا قبل ما تيجي؟ مش عايز تتعشى؟ اتعشيت، اتفضل امشي. عايز تخلص مني؟ ما شفناش بعض بقالنا كتير. مدرسك الخصوصي اتصل بيا وطلب يشوف، وفجأة واحدة من الجيران شافته. ده نجيب، الله بجد مش مصدقة اني شفت. وطلعت تليفونها وصورته. السواق: لو سمحتي ممنوع التصوير، اسفة. ومشي بسرعة. وعمر قال: انت مالك بالموضوع ده؟ ما تشغلش نفسك، هقوله انك مشغول. لا انا اجلت كل اللي وراي. بالمناسبة ايه اللي ممكن اجيبه معايا وانا جاي الاجتماع ده؟ اول مرة الاقيه علشان كده متوتر. قلتلك قبل كده اني مش عايز الناس تعرف انك باباي. المدرسين عارفين من زمان انك ابني. هيفكروا ايه لما يلاقوني مش بزورك ولو حتى مرة واحدة؟ اتصرف زي ما كنت بتتصرف دايما. عايزة ارتاح، يا ريت تمشي دلوقتي. وسابه وطلع شقته. انا جيت. ازيك يا حبيبي؟ الله، اندومي باين عليه جامد قوي. لا لا، روح اعمل لنفسك ده طبق. هاتي شوية بس، ولما اجي اعمل لنفسي هعملك معايا. اوعي كده. وشد منها الطبق. عيل غبي. الله بجد حلو قوي. خشي بقى اعملي لنا تاني. قومي اعمل لنفسك ده بتاعي. وشدت منه الطبق. هو انتي جميلة قوي كده ليه؟ هو انت اختي بجد؟ انا ممكن اتعود على وشك وهو كده. ورد تعبت معايا قوي النهارده، علشان كده ما قدرتش امسحها. وكان قصدي كده لما قلتي انك كنتي واقعة في مشكلة وهي ساعدتك. كان في شوية بنات قاعدين يتنمروا عليا وكانوا غيرانين مني علشان انا اللي هغني في العرض المسرحي. يوسف بسخرية: كانوا بيتنمروا عليكي؟ قوليلي على اساميهم دلوقتي. ليه؟ هتعمل ايه؟ ما تعملش حاجة، انت كده هتحرج. وكمان وردة هزقتهم بما فيه الكفاية، وهما مش هينسوا ومحدش هيقدر يقرب لي تاني. بجد مبين عليها مش بتخاف من حاجة. وبعد ما خلص اكل الطبق كله: الله بجد كان حلو قوي. شاطرة هتبقي ست بيت شاطرة. حبيبة بصت على الطبق بعد ما فضي وهي مقهورة. ويوسف قام ودخل اوضته. حبيبة وهي بتصرخ: منك لله يا مفجوع، مش قادرة اقوم اعمل لي حاجة تاني. تاني يوم ورد دخلت المدرسة وشافت عمر. وعمر هو كمان شافها وفضل يبص عليها. ورد لقته ورجعت تاني. يخرب بيتك يا رجل، انتي واخداني وراحة على فين؟ عندنا مدرسة النهاردة، رجعي يا غبية. وفجأة لقت يوسف في وشها. راحة فين؟ ايه، انا رايحة المدرسة، هكون رايحة فين يعني؟ ولفت وجت تمشي وقف قدامها تاني. ايه في ايه؟ هتضايقني وتقولي تاني هنفذ اي طلب تطلبيه مني؟ رخم. بصراحة لا، الموضوع مش كده. وفجأة الشلة بتاعته كلها جت واتلمت حواليه. يوسف بسرعة اول ما شافهم: هنفذ اي حاجة تطلبيها مني. كداب، قلتلي الموضوع مش كده. لو فكرت تضايقني في المدرسة انت حر. هنتقم منك انتقام مش هيعجبك. يلا بقى من وشي. وزقته ومشي. يوسف مسك أشرف من هدوم. ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ بقى ابعدوا عني منكوا لله. وسابهم ومشي. في الفصل المدرس كان بيوزع الدرجات.
وبيدي كل واحد الورقة بتاعته. ورد كانت قاعدة وهي بتفتح الورقة بخوف. يا لهوي، 7 من 20، أقل حتى من العادي. ده أنا ماما هتموت. هودي وشي فين بالدرجات دي؟ نوران وهي بتفتح الورقة بتاعتها لقت ترتيبها التاني، وطبقت الورقة بعصبية وحطتها في الشنطة. المدرس جلال مش عايز حد يزعل من درجات، خليكم متأكدين ان طول ما انتوا عملتوا اللي عليكم فده خير من عند ربنا، وده هو نصيب. المهم ان طبعا انتوا عارفين ان النهاردة اجتماع الاهالي صح؟ فلو اهاليكوا هتيجي او في حد عنده ظروف ياريت تعرفوني. وفجأة في رسالة جات لوردة على تليفونها من مامتها. انا وصلت المدرسة. وردة وهي خايفة، يا لهوي بجد هيبقى يوم مش فايق. في شؤون الطلبة هلا كانت قاعدة مع جلال. أنا عايز حضرتك تهدي، 7 ده يعتبر رقم الحظ. دي مش هتشوف حظ تاني في حياتها. هي فاكرة نفسها مين علشان تجيب الدرجات دي؟ وكمان جابت الدرجات دي ازاي قادرة تجيب في كل المواد 7؟ تقريبا هي ما قدرتش تحضر نفسها للامتحان كويس، علشان في الوقت ده كانت بتحاول تتعود على المدرسة الجديدة بما إنها كانت لسه منقولة. طيب هي كده مش هتقدر تدخل كلية بالدرجات دي صح؟ فعلا لا الموضوع صعب أوي، بس لسه الموضوع كويس، لسه في فرصة تبدأ من دلوقتي تحسن من درجاتها. وفجأة وهي مشغلة مروحة الهوا بتاعتها شعر جلال طار من على وشه، وهو مسكه بسرعة. جلال وهو خايف، لا انتي أكيد ما شفتيش حاجة. هلا بثقة، اعتبرني ما شفتش حاجة، عندي حل ليه. مستحيل يكون في حل. هلا طلعت الكارت بتاعها وادته ليه. جلال مسك الكارت وقال حواجب للرجال والنساء دائما. جلال بصلها وهلا بصتله بابتسامة وثقة. وبعد ما خلصوا وهلا خارجة وهو بيسلم عليها شافت ورد. ماما؟ هلا بصت لها بعصبية، وبعدين ابتسمت أول ما شافت نجيب، ونسيت وردة أصلا، وفضلت متنحة وبصاله. وانا عمالة اقول الدنيا منورة ليه علشان حضرتك هنا طبعا. ازيك يا استاذ نجيب؟ انا مدرس عمر في الفصل، اتشرفت بحضرتك. انا والد عمر. هو انت ازاي تخلي اكبر نجومنا يجي لحد هنا ويتعب نفسه؟ يلا تأسف له حاله علشان المفروض انت اللي تروح. يلا تأسف. جلال بلخبطة، انا اسف. لا عادي، انا اللي حبيت اجي هنا علشان اشوف المدرسة اللي ابني فيها. ورد بهمس، ماما تعالي، هي دي اوضه الاجتماعات؟ اتفضل من هنا. يا لهوي على القمر، استنى رايح فين؟ نجيب بصلها. هلا قالت انا من اكبر المعجبين بيك، ممكن توقع لي هنا؟ والمدرسين كلهم اتلموا حواليه وبدأ يوقع له. ورد من الخوف من مامتها جريت قبل ما تجيلها. في مطعم المدرسة محمد راح على عمر وخد طبق وقعد جنبه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه انا عملت ايه؟ انت ناسي ان احنا كنا فريق ولعبنا مع بعض حلو قوي امبارح؟ محمود جاب صريخ. الحقوا يا جماعة، رجل الأعمال نجيب طلع أبو عمر. مش كده يا عمر ولا أنا غلطان؟ إزاي يعني؟ رجل الأعمال نجيب المشهور؟ أيوة هو المشهور. إيه ده بجد؟ كلنا شفناه قدام أوضة الاجتماعات. بجد أنا مش مصدق، أمي من أشد المعجبين بيه. عمر ينفع ناخد توقيعه؟ عمر قام بعصبية وسابهم وماشي. ورد لنفسها، هو ليه فضل ساكت؟ وكمان هو قايل لي قبل كده ان هو ما عندوش عين. نوران انتي كنتي عارفة؟ عمر بيكره ان حد يعرف الموضوع ده، علشان كده ما عرفنيش. والده المدير التنفيذي لشركة موف الترفيهية. علشان كده انا فهمت ليه هو بيتجاهلنا كلنا، علشان هو بينتمي لعالم مختلف عننا. اعتقد فعلا ان هو من عالم مختلف عننا. صحيح هي مش مرات نجيب دي متوفية؟ يبقى كده عمر ما عندوش كفاية بطلي تقولي كلامها، وكلي بقى وانتي ساكتة، مش عايزة اسمع صوت. خلاص في ايه؟ هو انا علشان صريحة يعني شوية؟ ما كانوش كلمتين اللي قلتهم دول. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.